كفايه بقى كنافه بالطريقه العاديه، وتعالوا نعمل احلى مولتن كنافه محشي نوتيلا خطير. معايا ربع كيلو من الكنافه وعليه نص كوبايه زبده او سمنه مسيحاهم. هقطع بقى الكنافه كده بايديا وادعكها بالسمنه لحد ما تتغلف كلها بالسمنه بالشكل ده. هجيب فورمه بقى اعمل فيها وهبطنها كده الاول بالكنافه من تحت ومن الجوانب وهحشيها نوتيلا، اي نوع شوكولاته سبريد انتوا بتحبوه. وبعد ما احط النوتيلا هقفل عليها كده من فوق بالشكل ده. ولو مش عندك الفورمه دي، اي بوله بتدخل الفرن ممكن تعملي فيها زي كده، دي بتدخل الفرن عادي. هبطنها برده بنفس الطريقه، ودي هحشيها لوتس. كريمه اللوتس دي اللي انا جربتها طعمها حلو قوي، انا حبيت اصور لكم الانواع اللي جربتها وعجبتني. هغطيها برده من فوق بنفس الطريقه كده وهقفلها كويس جدا. كده بقت جاهزه معايا. هدخلها الفرن متسخن الاول على درجه حراره 200 لحد ما تاخد لون كويس الاول من تحت. بعد كده هفتح الشوايه تاخد لون من فوق، واول ما اطلعها وهي سخنه هسقيها بشربات تقيل بارد. هسقيها بكميه شربات بسيطه بس مش كبيره. بعد كده هضيف بقى اللي على اللوتس، هضيف على الوش كريمه لوتس، واللي محشيه نوتيلا هضيف عليها نوتيلا وكمان شويه من كريمه البيستاشيو. مش قادره اوصف لكم جمالها كانت عامله ازاي. تقدروا تزينوها او تحشوها باي حشوه، حتى لو كاستر كريمه، وممكن تزينوها بالمكسرات او اي حاجه انتوا بتحبوها. شايفين الجمال وشكلها عامل ازاي؟ لو عندكم عزومه جربوها تعجبكم قوي. وتعالوا نشوف بقى شكلها من جوه عامل ازاي. خطيره، بصوا مليانه حشو وطعمها حلو قوي. ممكن بقى تجيبوا قوالب اصغر من دي وتعملوها في عزومه عندكم لكل فرد، هتبقى حلوه قوي. ودي اللي محشيه لوتس، جربوها هتعجبكم قوي وبالف هنا.